السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض، هنشتغل البوكس القمر ده الجميل لجهاز العروسة إن شاء الله على شكل قلب، وهنتعلمه وسهل جدا ومش هياخد أي وقت. يلا قومي جهزي وحضري لو عندك الخامات بتاعتنا عشان نشتغل مع بعض بطريقة مبسطة وجميلة. لو عجبكم الفيديو إن شاء الله متنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا إشعارات إن شاء الله أول بأول. وعاوزة بقى لايكات كتير كده وحلوين مع بعض عشان تشجعوني عشان انزل لكم كمان فيديو. يلا نبتدي ونشوف الخامات اللي احنا هنستخدمها. وعاوزاكم تقولوا لي ايه رايكم في التصوير. الخامات اللي معايا دلوقتي يا بنات بقى نشوفها مع بعض. معانا هنا الخشب، قلب اهوت خشب مفرغ. انا جبت الاوردرات دي بالظبط من جروب خيوط نور الجمل القطاعي ان شاء الله. هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف لكم جروب وكل حاجه. ده طوله عرضه 26 سنتي، عرضه 26 سنتي والطول 18 سنتي. تمام. دي القاعده ديت الوش ده يبقى فوق، وديت القاعده اللي احنا هنشتغل عليها اهي. ده وشها وده الظهر بتاعها اهو بالشكل ده كده ماشي. ومعايا هنا كمان بقرة كليم سوبر لوكس اهي ب35 ابيض. وهستخدم معانا هنا ابرتين، ابرة مقاس 5 عشان تدخل تبقى سهلة في دخول والخروج بين الفتحات. ابرة رقم 5 مليمتر ماشي. والسطر التاني اللي هنشتغل بإبرة مقاس 7 اهي. تمام. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اهو يا بنات يلا نبتدي نشوف هنعمل ايه. نوعية الخيوط اللي معايا خيط الكليم سوبر لوكس، نوع الخيط اللي معايا ده خيط قطن. تيجوا تنقوا البقر، نقوا الفتل اللي هي امسكوا الفتل كده بين ايديكوا وشوفوها بتتمط معاكوا ولا لا. بصوا اهي بتتمط وترجع تاني، تتمط وترجع تاني. في خيط بتشدي وتمطي وتشدي وتمطي، دي نوعيته بتبقاش قطن، دي قطن كده وحلوة وجميلة وناعمة اهي بالشكل ده كده. تمام. نبتدي ممكن تبتدي بأي ناحية انت عاوزاها تشتغليها. تمام. هنشتغل في أي فتحة هنا معانا، مثلا بالجنب اهي. هندخل بالإبرة جوه الفتحة بتاعتنا وهنسيب مسافة الخيط، وهنشتغل في كل واحدة 2 غرزة حشو اهي. أول واحدة بنعتبرها غرزة حشو اللي هي السلسلة اللي احنا نرتفعها في نفس المكان. هشتغل فيها 2 غرزة حشو، يعني كمان واحدة اهي. اول واحدة اهي، اول واحدة السلسلة اللي احنا ارتفعنا بيها، والتانية غرزة الحشو في نفس المكان. هفكها تاني بس واعدلها اهو. تخش كده جوه الفتحة اهي اهو. تسحبي وتطلعي بسلسلة. السلسلة دي بنعتبرها اول غرزة حشو، نتخرها كده شوية في نفس المكان وكمان غرزة حشو اهي. بتيجي تشتغلي بالكليم هوي ايدك شوية، ما تشديش ايدك قوي. هناخد الفتلة اللي معانا مع الشغل واحنا ماشيين تحت الغرز عشان نداريها. بعد كده الفتحة اللي بعدها 2 غرزة حشو. ادي اول واحدة اهي، نتخيرها كده شوية، والتانية في نفس المكان جنبها كده اهو بالشكل ده كده. تمام. في كل واحدة 2 غرزة حشو. ادي واحدة، وتخريها كده شوية عشان لما تيجي تحط ميل الغرزة اللي بعدها ما تبقاش فوقيها اهو.
2 غرزة حشو. تمام كده. هنتنينا بقى كده ماشيين بنفس الطريقة لحد ما نوصل لأول غرزة. ادي واحدة، واللي جنبها كمان واحدة، ادي كده 2 اهو. ماشي. هتنكي بقى ماشية كده بالشكل ده لحد ما توصلي، وهنا دي اللي عليها الدور تعملي غرزة حشو برضو. تانية هتشتغلي لحد ما نوصل لأول غرزة، وهنقفلها بالطريقة اللي احنا قفلناها قبل كده في الدايرة. بقى الدايرة، قفل الدايرة بأكثر من طريقة ان شاء الله هقفلها لكم واعملها لكم تحت في صندوق الوصف، وكمان تشوفوها في علامة الآية فوق على الشاشة. تمام كده. انا هكمل في الاخر كده وهنجيلكوا وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. ادي واحد، نفس المكان 2 اهو بالشكل ده كده. اهو كده يا بنات انا وصلت كده لاخر غرزة معايا، فاضل معايا فتحة اهو هنشتغلها مع بعض وهنقفل السطر بتاعنا. اهو كده بقى شكلها، دي غرزتين اهو بالشكل ده كده. تمام. اخر غرزة اشتغلها معاكم اهي، ادي واحد، نتخرها كده شوية في نفس المكان كمان غرزة حشو. ماشي اهو. هنرتفع بالخيط كده شوية وهنيجي من ورا اول غرزة اشتغلناها اهي، اول غرزة اللي هي تاني غرزة، دي الغرزة السلسلة اللي احنا دخلنا منها وخرجنا وعملنا غرزة حشو، ده اعتبرناها غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها في نفس المكان دي تاني غرزة من السطر، بنعتبرها احنا هنا بقى لما نيجي نقفل السطر نعتبرها اول غرزة. بنيجي كده من وراها تحت حرف الفي، تحت الحلقتين اهو من ورا كده، وهنجيب الحلقة دي كده ونخرجها منها كده بالشكل ده اهو. تمام. في نفس الحلقة هتنيكي بالخيط اللي جاي من البقرة هتشديه كده عشان تضيق الحلقة شوية اهو، بيضيق معايا اهو. ماشي اهي كده. هنشيل الابرة، هتشيل الابرة وتمسكي ايدك بصابعين كده الاتنين الحلقة عشان ما تفوتش منك. بصوا بقى الحتة اللي احنا اشتغلناها اول غرزة اهي اللي هي السلسلة، هنخش جواها كده اهي، جواها هنا كده جوه حرف الفي اهو. ماشي. وبسن الابرة هدخل في الحلقة اللي احنا ماسكينها بايدينا، وهنشد الخيط وهنطلع من نفس الحلقة اهي، نفس الحلقة اهي كده، وكمان من الغرزة اللي من السطر اهو بالشكل ده كده. بقى معايا حلقة اهي، هنرتفع السلسلة بالشكل ده كده. كده بقى معانا اول غرزة من السطر الجديد اللي هي برضو اول غرزة حشو. بعد كده الغرزة اللي بعدها هنشتغلها فين؟ هنشتغلها جوه حرف الفي، ندخل بالابرة كده اهو جوه حرف الفي اهو اهو، وهنتأكد من ورا انها دخلت ما بين الحلقتين من ورا، وهنسحب وهنشتغل غرزة حشو اهو بالشكل ده كده. بعد كده هنشتغل في كل غرزة حشو واحدة بس اهو. الغرزة اللي بعدها تحت حرف الفي وتطلعي بالخيط كده، وسعي ايدك شوية وهنشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده. هنجيب بقى الابرة الواسعة شوية، الابرة الكبيرة اللي هي مقاس 7 اهي، ندخل جوه الحلقة كده وهنشتغل غرزة حشو او السنبلة، دي تعتبر غرزة السنبلة. هنشتغل اننا ماشيين كده في كل غرزة حشو لحد ما نوصل للطول المناسب للبونبونيرة بتاعتنا
اهي في كل غرزة غرزة حشو. هنتنينا نرتفع كده ماشيين داير ما يدور، وهنيجي عند اول غرزة اشتغلناها من السطر التاني هنقفلها بنفس الطريقة اللي احنا قافلينها بيها دلوقتي. تمام اهو. كل اللي انا هعمله انا هدخل في كل غرزة وهشتغل فيها غرزة حشو سنبلة اهي. تمام اهو. ولازم تدخل بين الحلقتين، دي ما دخلتش بين الحلقتين، ناخد بالنا ما نفوتهاش اهي. اهي تمام. هستمر بالشكل ده لحد ما نرتفع بطول البوكس ان شاء الله، وهجيلكوا بعد ما نكمله. ورجعت لكم تاني يا بنات بعد ما خلصت كده البوكس كده تمام، وارتفعت بالمقاس المناسب. تعالوا بقى نشوف الطول بتاعه قد ايه. بسم الله. هو من اول هنا كده تنزلي لحد اول سطر، يعني طوله 14 سنتي ونص، يعني نقول 14. تمام كده، كده الطول المناسب. لو انت عاوزه تطولي عن كده ماشي طولي براحتك. اول سطر اخر غرزه اهي معانا عشان هنقفل بقى السطر، غرزه الحشو العميقه السنبله اهي. هنقفل بقى السطر ازاي؟ نطلع كده بالخيط مسافه وهنقص الخيط تمام بالشكل ده كده، وهنسحبه اهو. وهنجيب ابره التنظيف، هنيجي عند اول غرزه من السطر اهي اهي تحت حلقتين من ورا كده، هنسحب الخيط. وهنيجي عند اخر غرزة طلعنا منها من الخيط هي اللي قبلها دي على طول، هنيجي عند في الحلقة الخلفية ماشي، وكمان الضلع التالت من الغرزة اللي هو ده، الحلقة الخلفية اهي والضلع التالت اهو من الغرزة، هنخش فيها كده اهو. كده بقيت قفلة السطر زي بقية السطر كله تمام اهي. هنضفهم بقى بالخيوط، هضف الخيوط الزايدة كده تمام. وهي كده نضفت الخيوط كده خلصتها تمام، وكده بقى البوكس كامل جدا اهو كده زي ما انتوا شايفين. فاضل حاجة واحدة اللي هو الوش طبعا، وتاني حاجة هنداري الفراغات اللي هنا دي. لو انت عاوزة تسيبيها كده ماشي سيبيها براحتك، انما انا هداريها بغرز منزلقة تمام. تعالوا بقى هنعمل ايه. هنجيب بقى كده قلبنا البونبونيرة كده على وشها عشان هنعمل غرز منزلقة في اي فتحة بقى عندك. ابدأي. هبدأ من هنا، نجيب كده ندخل الابرة كده ونسحب الخيط بتاعنا، هنسيب حتة كده من الخيط وبعدين هنسحب من جوه اهو كده. طلعنا الخيط وهنروح عند الفتحة اللي بعدها هنسحب الخيط ونعمل غرزة منزلقة اهي بالشكل ده كده تمام اهو. اهو كده هنيجي بقى في الفتحة اللي بعدها هنشتغل نسحب الخيط من جوه كده ونرتفع بغرزة منزلقة اهي تمام. نوسع ايدينا شوية اهو. الفتحة اللي بعدها هنسحب الخيط نعمل غرزة منزلقة اهو بالشكل ده كده لحد ما توصلي لأول غرزة بدأناها اهو تمام بالشكل كده داير ما يدور، داير ما يدور كده لحد ما نوصل لأول غرزة كده يا بنات. خلصت كده، نجيب وصلت عند آخر غرزة اهي تمام. آخر غرزة هي خلاص خلصناها.
نرتفع بقى كده بالخيط عشان هنقصه. نعدله كده، نقص حته حلوه كده عشان ايه اهو. هنشد بقى الخيط كده اهو، تمام. هنجيب ابرة التنظيف بتاعتنا اهي، وهنيجي عند اول واحدة نحط تحت حرف الفي اول حلقتين بالابرة كده اهو، ماشي. وبعدين هنعمل ايه اهو، هنشد كده وهنيجي عند اخر غرزة اللي احنا طلعنا منها، اخر غرزة اهي، هندخل سن الابرة جوه الحلقة الخلفية، وكمان جوه الفتحة، نفس الفتحة اللي احنا طالعين منها من تحت كده اهو. اهو تمام اهي كده بقى شكلها زي بقية الغرز بالظبط اهي. بعد كده ايه اللي هنعمله، هنربط الفتلتين مع بعض اهو، نربطهم جامد عقدة كده بسيطة. تمام كده اهو. بعدين هننضف بقى الخيوط الزايدة كده جوه الخيوط دي زي ما انتوا شايفين. تمام كده خلصنا من البوكس بتاعنا. هنيجي بقى عند الوش بالظبط، نفس اللي بدأناه في القاعدة، بالظبط. هنبتدي هنا في كل فتحة غرزتين حشو، ماشي يا بنات. هنيجي بقى عند اي فتحة برضو، اي ناحية تيجي في الفتحة دي كده، ونسيب مسافة من الخيط وهنسحب اهو، وهنطلع من الفتحة. خلاص كده هنلتفه سلسلة، السلسلة دي بنعتبرها اول غرزة حشو، ماشي. بعد كده في نفس المكان هنشتغل فيها غرزة حشو كمان، وخيط البداية معايا زي ما قلت لكم اهو بالشكل ده. الفتحة اللي بعدها غرزتين حشو في نفس المكان، بس تحاولي توسعي ايدك عشان ما تشديش الخيط اهو بالشكل ده كده. وهنستمر بالشكل ده في كل فتحة غرزتين حشو اهو، اللي بعدها 2 حشو برضو في نفس المكان اهو. هنستنينا ماشيين لحد ما نوصل ليه اخر غرزة، اول غرزة اشتغلناها اهو يا بنات. انا كده خلصت اهو كده، داير ما يدور. هنقص بقى الخيط وهنقفل السطر زي كل مرة اهي. نشد الخيط لبره كده نفس ما قفلنا اهو بالشكل ده. اول غرزة كده من ورا اهو، ماشي. وكمان الحلقة الخلفية من هنا الغرزة اللي قبلها، وكمان في الضلع التاني من الغرزة، وهنسحب كده اهو. وهنداري الخيوط بقى الزايدة كده تحت الخيط
تمام بقى بالشكل ده. هنعمل برضو سطر منزلقة عشان نداري الفتحات دي، هتبقى حلوة برضو. تعالوا بقى نقيس اهو. تمام كده اهو. كده هيبقى البوكس بتاعنا خلاص خلص. فاضل حاجة واحدة اللي هي يا بنات حلقة سهلة الفتح. حلقة سهلة الفتح. تمام. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنيجي عند الزاوية اللي في القلب هنا كده، ممكن ناخد 2 مع بعض كده اهي. هندخل الحلقة جوه الزاويتين. تمام. وبعدين هنجيبهم هنلفها تاني كده انا هدخلها في حلقة واحدة بس اهي من هنا كده. تمام. والحلقة كمان في الزاوية اللي هنا اهو بالشكل ده كده عشان تربط البوكس بتاعنا اهو بالشكل ده. ممكن ندخله من الفتحة دي والفتحة دي. تعالوا نجرب. اول حاجة هنجيب الحلقة اهي، هنفتحها كده شوية. اول حاجة هندخلها في الكفر اللي فوق اهي، ندخلها كده بالشكل ده اهو. بصوا هتلف معاكم لحد ما تقفل اهي اهي ماشي. هنيجي بقى نلبسها في الجنب ده اهو كده. قفلت على البوكس. تمام اهو بقى شكله كده. تيجي تفتحي بقى تفتحي كده اهي، تبقى شكلها حلو اهو. تمام اهو بقى شكلها كده ايه. تمام. فاضل حاجة واحدة ان انا هلزق او هخيط اللوجو بتاعي هنا كده. تمام. وهوريهولكوا بقى كده ايه في الاخر.